صباح جديد و24 ساعة جديدة. ساعات بنصحى ونقول النهاردة نفسي أعمل حاجات كتير، بس الوقت بيجري. ولا طبيعي، لأن الوقت مش بيجري، إحنا اللي بنسيبه يعدي من غير ما نعيشه. والكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة، كيف تعيش ال24 ساعة في يومك كما ينبغي، بيقول حاجة مهمة جدا. بتقول اليوم مش محتاج تكون أطول، محتاج إحنا نكون أوعى. فتعالي نعيش مع بعض ال7 دقايق الجايين وكأنها أول 7 دقايق من حياة جديدة. المؤلف أرنولد بينت كان بيقول إن الوقت هو العدالة الوحيدة بين الناس، لأن كلنا عندنا نفس ال24 ساعة. لكن الفرق بين شخص ناجح وشخص تاني عادي هو إزاي بيشوف الساعة. في ناس تشوف الساعة كعبء، وفي ناس تشوفها كهدية. لو اعتبرنا كل دقيقة فرصة، هنبدأ نحس بالمعنى حتى في التفاصيل الصغيرة: فنجان القهوة، ضحكة الصبح، مكالمة بسيطة. كل دي لحظات نقدر نعيشها بوعي. الكاتب بيقول: ابدأ من اللحظة اللي بتملكيها دلوقتي. مش لازم تغيري حياتك كلها في يوم، لكن لو ركزتي على كل ساعة، التغيير هيجي تلقائي. جربي تقسمي يومك ل3 مراحل. 1. صباحك، ساعة واحدة لنفسك، قراءة، مشي، تأمل، أو حتى صمت. 2. منتصف اليوم، ساعة للإنجاز، اكتبي، اشتغلي، اتعلمي. 3. آخر اليوم، ساعة للهدوء، خدي نفسك، اكتبي مشاعرك، سامحي، ونامي بسلام. الكاتب بيقول إن ساعة واحدة تعاش بوعي تساوي يوماً بلا وعي، فاختاري ساعة النهاردة تكون لحظة حياة حقيقية. إحنا ساعات بنفتكر إن إدارة الوقت معناها نضغط نفسنا ونمشي بدقيقة وراها دقيقة، لكن الحقيقة إن فن إدارة اليوم هو فن المرونة. بنت بيقول المشكلة مش في قصر الوقت، المشكلة في تشتيتنا. فاعملي جدول خفيف بس واقعي، ما تحمليش نفسك فوق طاقتها. لو حسيتي إنك تعبتي، خدي بريك 10 دقايق وارجعي بطاقة جديدة. أهم حاجة ما تضيعيش طاقتك في لوم نفسك. كل يوم فرصة جديدة للتوازن مش للكمال. طيب، نعمل إيه بقى عملياً؟ 1. أول ما تصحي الصبح قولي: أنا أملك 24 ساعة جديدة لأعيشها كما ينبغي. 2. اختاري 3 حاجات بس تعمليها النهاردة، مش أكتر. 3. آخر اليوم اكتبي لحظة جميلة حصلت حتى لو بسيطة. التكرار اليومي للخطوات دي بيغير طريقتك في العيش بدون ما تحسي. الوقت مش بيتكرر، لكنه بيتجدد كل يوم. لو عشت ساعتك الأولى بحب، يومك كله هيمشي بنور. خدي دقيقة دلوقتي، ابتسمي، وخلي قلبك يقول: أنا هعيش يومي كما ينبغي. نتقابل في حلقة جديدة، ومعا نكمل رحلتنا في عيش كل لحظة بوعي وسلام.